بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. من مؤلفات شيخ الإسلام السيد محمد بن علوي المالكي رحمه الله ونفعنا به. محمد صلى الله عليه وسلم الإنسان الكامل. الإنسان الكامل. محتوى الكتاب المقدمة: كمال مواهبه العلية وصفاته السنية صلى الله عليه وسلم، كمال طهارة نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم، كمال خلقته وجمال صورته صلى الله عليه وسلم، كمال خلقته وجمال صورته صلى الله عليه وسلم، وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، خده صلى الله عليه وسلم، عينه صلى الله عليه وسلم، الرأس والجبين والأنف، الفم بتخفيف التجديد. مزية الجمال النبوي: كمال اعتنائه صلى الله عليه وسلم بمظهره الشريف، اعتناؤه ببدنه بشعره بعينه، اعتناؤه بأسنانه وبثيابه وهيئته، اعتناؤه بنظافة بيته ومسجده، صوته الشريف صلى الله عليه وسلم، كمال خلق القلب المحمدي، حكم وفوائد من شق صدر الشريف صلى الله عليه وسلم، كمال العقل المحمدي، يقظته صلى الله عليه وسلم، حسن مداراته صلى الله عليه وسلم، حسن اختياره صلى الله عليه وسلم للرسل، كمال قوته البدنية صلى الله عليه وسلم، كمال علمه صلى الله عليه وسلم، كمال فصاحته وبلاغته صلى الله عليه وسلم، كمال معرفته صلى الله عليه وسلم الدنيوية بالتخطيط والتنظيم لشؤون الإسكان والأسواق وغير ذلك، كمال الأدب في الخطب النبوية، كمال حكمته صلى الله عليه وسلم في أسلوب الدعوة، كمال عصمته صلى الله عليه وسلم عن النقائص والشبهات، وحفظ الله تعالى له من الأعداء والشياطين والمخالفات، كمال حفظ الله تعالى له صلى الله عليه وسلم، كمال عصمته صلى الله عليه وسلم من الشيطان، كمال عصمة الله تعالى له صلى الله عليه وسلم من النقائص والشبهات. رأي المؤلف حول قصة زيد بن حارثة: ووجدك ضالا فهدى، ودفع شبه أخرى حول نسبة الذنوب إلى مقام الشريف صلى الله عليه وسلم: ووضعنا عنك وزرك، عفى الله عنك، عبس وتولى، لقد خشيت على نفسي، إنه لا يغان على قلبي، سهو صلى الله عليه وسلم، أنه لا ينافي كماله صلى الله عليه وسلم. الأحاديث المذكور فيها السهو منه صلى الله عليه وسلم: موقفه من أسرى بدر، توضيح إشكاله، موقفه صلى الله عليه وسلم في قضية تأبير النخل، سحره صلى الله عليه وسلم لا ينافي كماله، هل يلعن صلى الله عليه وسلم أحدا؟ الحاصل: كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم العظيمة وشمائله الكريمة، كمال رحمته صلى الله عليه وسلم للعالم، رحمته صلى الله عليه وسلم بالأهل والعيال، رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان واليتيم والأرملة والمالد وغيرهم، رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان، كمال حيائه صلى الله عليه وسلم، كمال جوده صلى الله عليه وسلم، كمال وفائه صلى الله عليه وسلم، كمال صبره صلى الله عليه وسلم، كمال زهده صلى الله عليه وسلم، كمال عفوه صلى الله عليه وسلم، كمال عدله صلى الله عليه وسلم، كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم، كمال آداب العامة وسمته صلى الله عليه وسلم، آدابه صلى الله عليه وسلم في طعامه، كمال مناقبه الحميدة وخصائصه الفريدة صلى الله عليه وسلم، كمال خصائصه الظاهرة وكراماته الباهرة صلى الله عليه وسلم، أفضليته صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء عليهم السلام، كمال تفضيله صلى الله عليه وسلم في الآخرة بأوليات ليست لغيره، كمال فضله صلى الله عليه وسلم الثابت بكتاب الله تعالى، كمال أحواله صلى الله عليه وسلم في العبادة، كمال خشيته صلى الله عليه وسلم من الله تعالى، كمال حكمته صلى الله عليه وسلم السياسية وقيادته الحربية، كمال حكمته صلى الله عليه وسلم في تصريف الأمور السياسية، كمال شجاعته صلى الله عليه وسلم، كمال قيادته الحربية صلى الله عليه وسلم، تعميته صلى الله عليه وسلم الأمور على أعدائه بالتلبيس عليهم، اهتمامه صلى الله عليه وسلم بمعرفة حالة الأعداء وعددهم واستعدادهم وأخبارهم قبل لقائهم، أخذه صلى الله عليه وسلم بالتهديد والتخويف لأعدائه قبل لقائه بهم، كمال خلقه صلى الله عليه وسلم في سياسة وتربية الأمة وكريم معاشرته لهم عامة ولأهله وأصحابه خاصة رضي الله عنه عليهم السلام. أكمل حديث في الشمائل: كريم عشرته صلى الله عليه وسلم مع الأهل وذوي القربى، كريم عشرته صلى الله عليه وسلم مع الناس في الحديث، جبره صلى الله عليه وسلم للخاطر، حسن طريقته صلى الله عليه وسلم في العتاب والتأديب، كمال تربيته صلى الله عليه وسلم للأمة وعنايته صلى الله عليه وسلم تعليم القرآن، تفسير القرآن، التاريخ والأخبار، الكتابة، منهجه صلى الله عليه وسلم في التعليم، كمال طريقته صلى الله عليه وسلم في التعليم والإرشاد، توجيه الهمم إلى العوالي، تدعيم القول بالدليل، العناية بذكر القصة، قصة المتكلمين في المهد، تقريب المسائل بضرب الأمثال، كمال شريعته صلى الله عليه وسلم ووفاؤها بحاجات البشر ومسايرتها لروح العصر دون تحريف أو تبديل، الشريعة الإسلامية وواقع الحياة، أصول الكمال والسمو في الشريعة الإسلامية: الأول فتح باب الاجتهاد، الثاني اعتبار المصلحة في التشريع، الثالث العناية بالقواعد الكلية الجامعة، قاعدة المعاملات، الرابع الدعوة إلى فتح باب العلم، الخامس عدم وجوب الالتزام بمذهب معين، معنى التطور في الشريعة، تحديد معنى الاجتهاد، تهمة باطلة وظن فاسد، الخامس أهم المصادر والمراجع، محتوى الكتاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومدد كلماتك.